احنا بنفضفض ليه؟ يعني ايه الغرض من الفضفضه؟ وليه الفضفضه دي مرتبطه بنيه؟ تفتكروا ليه؟ فضفض عشان نرتاح، يبقى البحث عن حلول. مظبوط، كويس قوي، عشان يبقى عندنا بالظبط، يبقى احنا في جزء منه ان احنا محتاجين نسمع اصوات تانية، وجهات نظر تانية، معرفة تانية، رأي تاني. مظبوط، حلو قوي ده، انه احنا محتاجين سبورت. اوكي، يعني هي رشا قالتها بشياكه قوي، محتاجين سبورت ومحتاجين دعم وحد ياكد لنا اللي احنا حاسينه ده صح. وهنا بيدخل فيها النيه من تحت لتحت كده. اوقات بتبقى نيتنا ان انا بفضفض عشان عايزه تعاطف وفقط، انا لا عايزه دعم فكري ولا معرفي ولا وجهه نظر ولا كلام سلبي خالص. السلام عليكي، ايه اللي انت عملتي اللي عليكي بزياده، انت ما فيش منك، انت ست الستات، ما فيش جبل يستحمل اللي انت استحملتيه. ده في حد ذاته انا بتبقى نيتي مسبقه وانا عارفه ان انا هحصل على ده من الشخص ده. احنا اوقات بنبقى خبثه شويه في البحث عن الناس اللي بتفضفض. لما بنفضفض باستخدام لغه معينه، اللي بيحصل انه بنلاقي النتيجه اللي احنا عايزينها. فبيحصل ايه؟ احنا عارفين مسبقا احنا هنقول انهي لغه، باختيار انهي كلمات، بايه الجمل، لانهي شخص هيتعاطف معانا او هيدينا اللي احنا عايزينه عشان نحصل على نتائج. فبتبقى حلقه يعني مفرغه. فعشان كده الفضفضه لو مش بطريقه امنه، لو مش بطريقه ايجابيه، لو مش بطريقه صحيه، بتبقى عامله زي النتيجه بتاعت ان انا بكتم مشاعري. ليه؟ لانه يا اما صوتي وصوتي الداخلي مع بعض فما بيودينيش لحته، او ان انا بعمل فضفضه بلغه معينه، بطريقه معينه، بآلية معينه مع شخص انا عارفه هو هيقول لي ايه، وهاخد منه نتيجه فضفضتي بالطريقه اللي انا عايزاها. فبفضل في نفس الحلقه اللي ما بيبقاش فيها تطور حقيقي.